مساء الفل. طيب، انا النهارده جاي اكلمك على مشروع لاول مره بكلمك عنه في الساحل الشمالي. وكنت انا بصراحه انا بتحسس برضو، انا بكون لما برشح حاجه لازم اكون هاضمها كويس ومؤمن بيها جدا ومتيقن فيها جدا ان هي هتفيد العميل وتفات معاه في كل اللي هو محتاجه علشان تغطي كل احتياجات العميل. طيب، الموضوع بيقول ايه؟ الموضوع بيقول مشروع بيخاطب طبقه محترمه جدا. الفكرة في المشروع ده او اللي بيميز المشروع ده عن اي مشروع تاني موجود في الساحل الشمالي ان هو مشروع ليه هوية. انت دلوقتي لما تيجي تروح على اي مشروع في مصر عموما تقول له والله مين الفندق بتاعك، قليل قوي اللي يقول لك الفندق كذا. مين والله الجيم اللي هيكون موجود في المشروع، يقول لك والله سون ان شاء الله. طب مين النادي؟ سون ان شاء الله. طب مين اللي هيدير الانفراستراكشر؟ سون ان شاء الله. طب مين والله اللي هيدير البحيرات؟ سون ان شاء الله. ما حدش فاهم حاجه، هو بقى اسم المطور جاي يلا بينا نبدا نشتغل نبيع ونبقى ايه اللي بعدين نبقى نشوفه بقى ان شاء الله. لكن هي القصه هنا في المشروع ده ان هو مشروع راقي جدا وليه هويه. يعني من اول يوم بيقول لك مين الاوتيلات اللي هتكون معايا، عنده 5 اوتيلات. من اول يوم بيقول لك مين الجيم ال اي 7 ده هيبقى اقوى جيم او ستيل او هو دلوقتي هو اقوى جيم موجود تقريبا في مصر وارقى جيم. تشغيله اصلا بقى دي حكايه تانية، دي حكايه كده ايه فوق الخيال. هيشغل ازاي الايه المشروع او ازاي هيفيد الاونر اللي مشتري بيت جوه المشروع ده. الفكره في فكره الهويه ان انت داخل المشروع كل حاجه معروفه، كل حاجه من اول يوم مين معايا بيعمل ايه. وهو بصراحه الراجل مختار كل حاجه افضل حاجه من كل حاجه. طيب انا تخوفي انا من المشروع ده ايه؟ تخوفي ان هو مش هيغطي احتياج العميل في التأجير. يعني لو انا بشتري علشان استثمار ايجاري، لا انا ازهى افضل، ازهى افضل، مراسم افضل، هيئه بارك افضل في فكره التأجير او الاجراءات التأجيريه. لكن المشروع ده هم طبعا بيقولوا فيه وعود، بيقول لا مش هيبقى فيه، يعني هيبقى فيه سيلكشن بس مش هيكون فيه سيلكشن عنيف. يعني المشروع ده هو زمد الساحل الشمالي. زمد بصراحه انا كنت ما بتكلمش عنهم علشان هم ما عندهمش تجربه تشغيليه قويه يعني. اه الراجل اللي موجود في الشركه واللي بيدير الشركه واللي بيعمل المشاريع دي طارب اعمار، طارب سودك، راجل محترم جدا جدا. نبيل عماشه ده من الناس المحترمه جدا. ولما تتفرج على بودكاست ليه او لقاء ليه او انترفيو ليه، لا حد بيفهم ريل استيت. وفي المشروع ده هو خدم البرودكت، هو اشتغل على البرودكت كويس قوي. ما يعني ايه اي مشروع هيجي يقول لك فيلات قدام مش عارف شاليهات ورا خلاص خلصنا. لا الراجل ده مسك حته الارض طلع منها يعني شربات، طلع من حته الارض دي شربات، وهي ارض اصلا الماظ. المشروع انا شايف ان هو قوي قوي، هيزحم يومك بالخدمات. لو انت قررت انك انت عشان تسكن تشتري علشان تسكن هيبقى افضل مشروع من افضل المشاريع اللي موجوده في الساحل الشمالي. قررت ان تتاجر في اختيارات تانية افضل لحد ما ناخد منهم وعود او لحد ما نشوف ليهم تجربه تشغيليه بتسهل فكره التاجير. لان انت ممكن عادي في المشاريع اللي زي كده واللي بتعمل سelection يجي هو عنده مع كرياتيريا معينه، معايير معينه كده بيقيس عليها التسكين في المشروع. لا ممكن يضرب لك اسبوع تاجير يخسرك 100,000 جنيه في قرار. فهي دي تخوفي الوحيد لحد ما اخد منهم كوميتمنت وتاكيد ووعود على القصه دي ان هي ما تبقاش موجوده او تبقى على الاقل متظبطه الى حد ما يعني. طيب الشركه دي بقى بالنسبه لفكره الماستر بلان وعلاقته بالشط والعمق، لا انت عندك العرض 800 متر حاجه ممتازه، عندك العمق 1200، عندك كل المشروع 1800 وحده. هو اخره ارضي وثلاثه، ده اخر حاجه واعلى حاجه، وشاليهات معدوده يعني. تقريبا 18 ل 25 بيلدينج هو الارضي وثلاثه. لكن المشروع كله ارضي واثنين، و80% او 70% من المشروع فيلات والباقي شاليهات. عنده طيب بقى ده جامد قوي اسمه سكاي فيلا. ده كده ايه ده خطير، ده طاير. ده وسعره يعني مش غالي قوي، يعني حاجه 23 مليون و24 مليون على 10 سنين. عنده تاون هاوس ب 27 مليون جنيه استلام سنه وتقسيط على 10 سنين، وده خطير، ده انا برشحه جدا 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 يعني. عنده حاجات على برايفت بيتش
فانا شايف لا البارتنرز بتوعه بقى الكمي بتاع محمد فارس ده اللي هو هيشطب المشروع. بصوا يا جماعه، انا شفت الماستر بلان وشفت الوحدات اللي اتبنت، هو ده اللي موجود في الماستر بلان، هو اللي موجود على ارض الواقع. التطابق ما بين اللي موجود على ارض الواقع واللي في الماستر بلان، الراجل باع حاجه سلمها او بناها بالفعل. شكل اللاجون لما اشتغل خطير جدا جدا جدا، ودي اكتر حاجه خلتني ابدا ارشح المشروع ده. سعره بقى، سعره اقل من الماركت، بنتكلم في حوالي 30%. يعني لو سعر المتر دلوقتي في مستواه، يعني في المشاريع اللي في مستوى زمد هتلاقيها من 180 ل 200، هو 120 الف جنيه علشان هتمتلك 125 متر على فيرست رو على اللاجون ب 15 مليون على 10 سنين. فهي دي نقطة برضو مهمة جدا، هو عامل بيوت للمعيشة مش بيوت بقى للصيف والكلام ده. 125 متر دي يعني اللي عايز بقى تفاصيل الشكل التشغيل والتقسيمة عاملة ازاي ونطلع منها 3 غرف ازاي، سهل جدا. دي نبقى نتكلم فيها مع بعض على الدي ام على او على الواتساب. هو عنده يعني فيلا ستاند الون بحوالي 38 مليون فيرست رو، 10 سنين استلام سنه حاجه. المشروع التقسيمات بتاعته والبينفيتس بتاعته والبارتنرز اللي مستعين بيهم حاجه خطيره جدا جدا جدا. ماستر بلان من الماستر بلانز القويه في الساحل الشمالي. التايبس حلوه جدا، تشغيل المشروع ممتاز لحد اللحظه دي. الراجل ناوي يعمل حاجه كويسه، بيوت مختلفه، بينيفيتس يعني يوم مزحوم بالبينيفيتس والخدمات، حاجه رفاهيه فائقه. لو محتاج تعرف تفاصيل اكتر تواصل معايا.